السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازاي حضراتكم؟ النهاردة هنتكلم عن نصايح لو حابب تتعلم اللغة بجد. في مقولة جميلة جدا بتقول The problem is not lack of resources, it's lack of resourcefulness. يعني المشكلة مش في قلة المصادر، ولكن ازاي تستخدم المصادر دي. ودي بتكون بصراحة يعني واحدة من أكبر المشاكل اللي بيواجهها أي شخص بيتعلم أي مهارة جديدة، خصوصا اللغات. بما إن المصادر اللي بتقدر تعتمد عليها بيكون ملاش حدود، واللي ممكن كتير منها دلوقتي في المرحلة دي بيعتمد على التقنيات الحديثة في التعلم واستخدام التكنولوجيا والأدوات الحديثة. على الرغم من كل ده، لأن لسه كتير من الدارسين بيعانوا. شوف أنا أقول لك حاجة، رحلة تعلم اللغة بتكون ممتعة ومفيدة وسريعة لو فهمت نفسك وتعلمت ازاي تستوعب المعلومات وازاي تقدر تتفادى الاخطاء اللي بيقع فيها كتير من الناس. وده موضوعنا النهارده، نصائح لتعلم اللغة الانجليزية. النصائح دي مصدرها عديد حقيقي، يعني من خبراء التعلم للغة العرب والاجانب، ومن التجارب الشخصية كمان لناس كتير اتعلموا اللغة نفسها. عشان ما اطولش عليك اكتر من كده، النصيحة الاولى دي خاصة بالمبتدئين. لا تهتم بقواعد اللغة كثيرا. كتير من المبتدئين في بداية التعلم للغة بيعتقد انه يجب عليه اتقان الجرامر بشكل مكثف علشان يتعلم الانجليزي بشكل صحيح، ويبدأ في الحفظ والمذاكرة، ومع الوقت يلاقي نفسه نسى كل حاجة. عشان كده ما تهتمش بالقواعد قوي، ده في البداية، على الرغم من ان هي مهمة جدا، لانها بتمثل حقيقي الاساس اللي بتعتمد عليه اللغة او بناء اللغة. لكن انت مش بحاجة انك تعرفها كلها عشان تستخدم اللغة دي وتستفيد منها. طيب سؤال هنا، اتعامل معاها ازاي؟ ابدأ بتعلم الاساسيات، ومش هبالغ لو قلت لك انت محتاج في مرحلتك دي زمانين اتنين. ركز، زمانين اتنين، present simple و past simple بس. ويمكن قواعد اف الشرطية، وبعض الكلمات ربط الجمل البسيطة زي however, while, then, because. وهتلاقي نفسك قادر تفهم حوالي 70% من أغلب المحادثات، ويمكن أكتر من كده كمان على فكرة، الخاصة بالقواعد يعني. رقم 2، لا تعتمد على أكتر من مصدر لتعلم نفس الشيء. في مئات من الكورسات والكتب والقنوات بتاعت اليوتيوب والتطبيقات اللي انت ممكن تعتمد عليها عشان تتعلم انجليزي، ولكن نصيحتي انك تتعلم كل شيء من مصدر واحد بس. بس فنشه. التعلم معناه هو الاستمرارية، فالافضل انك تستمر مع شخص او مصدر من غير ما تتنقل من مصدر لمصدر. ده مهم جدا، خلي بالك يعني. رقم 3، دخل الانجليزي في حياتك بمختلف الطرق عشان تتعلم الانجليزي بكل جوانبه. مثلا تابع بعض حسابات السوشيال ميديا اللي بتهتم بالانجليزي، اقرأ كتب بالانجليزي، حاول تعرف اسماء الاكلات اللي انت بتحبها بالانجليزي، حاول تدخل الانجليزي في انشطة كتير يومية مثلا. دي هيساعدك بشكل كتير قوي او كبير جدا على انك تتعلم، وهيخلق عندك روح تحدي هتكسر الملل. رقم 4، ما تخافش من آراء الناس وانتقاداتهم. خليك دايما فاكر ان كل الناس عندهم مشاكل في حاجة معينة، عندهم فيها مشاكل. يمكن انت مش متقن الانجليزي لكن متقن مهارات تانية، والناس اللي انت خايف تتكلم قدامهم يمكن ما يعرفوش يعملوا عملية حسابية لو انت مثلا محاسب شاطر ولا حاجة من اللي انت بتقوم بيها. فما تشغلش بالك قوي بالناس، ومع الوقت هتتحسن من مستواك. وخلي في اعتبارك ان الغرض من الحديث مع الناس هو انك تقوم بتوصيل المعلومة. رقم 5، ما تخمنش نطق الكلمات، الله يخليك. يعني لما تلاقي نفسك كده في كلمة جديدة حاول تسمعها من القاموس، عشان ده هيفرق معاك جدا في النطق، في الاستماع. فما تحاولش تخمن نطقها من دماغك، وبكده هتطور مهارة الاستماع والتحدث عندك بشكل كويس جدا. رقم 6، استغل مجال معرفتك في زيادة حصيلة كلماتك داخل عبارات مش مفردة. ده مهم، دخل الكلمة في جمل، ده مهم جدا. رقم 7، احذر من انك انت تتفرج على افلام وتسمع اغاني لو انت مبتدئ. النصيحة دي لتعلم الانجليزي مش في مكانها، لان اغلب الاغاني والافلام والمسلسلات بتحتوي على كتير جدا من الالفاظ العامية،
والاسقاطات اللي مش هيفهمها اي شخص مبتدئ. عشان كده انا بنصحك ما تتبعش الاسلوب ده الا بعد ما تتقن التحدث والوصول الى مرحله شويه متقدمه عشان ما تاثرش سلبيا باللي تسمعه. ولو حابب تتفرج على حاجات شبه دي فبنصحك بمسلسلات واغاني قديمه، لانه لغتها بتكون واضحه ونصوص الكلمات فيها بتكون سهله التعلم والاسقاطات فيها بتكون قليله نوعا ما، يعني زي مسلسل فريندز. رقم 8، استغل الكلمات في تعلم الانجليزي. اثبتت الكثير من الدراسات ان الطريقه دي بتساعد على تحفيز خلايا المخ وتقويه الذاكره، وده يساعدك على قدرتك على استرجاع المعلومه لما تحتاج ليها، ويساعدك كمان على انك انت تقدر تظبط القواعد والكلمات الجديده اللي اتعلمتها. رقم 10، اصبر يا وحش. كل شيء بياخد وقت اطول مما انت تتخيل، وخليك عارف ان مش كل حاجه بنعملها بنحبها عشان نكون واقعيين، ولكن عندنا اهداف بنسعى علشان نحققها. يمكن بتكره الانجليزي ولكن انت مضطر انك تتعلمه علشان تحقق هدفك، وده امر شائع بالمناسبه ما بين كتير من الناجحين في مختلف المجالات. وبعد المرحله دي هيتحول كرهك ليها لحب. رقم 11 واخر حاجه بقى، حارب الملل. دي النصيحه الاخيره. الملل هو الداء اللي بيعاني منه كتير جدا اي شخص حابب يتعلم اي شيء جديد، فدايما حاول تجدد من طاقتك واستمتع بالرحله لحد ما توصل ان شاء الله.